لان عاده الستات هي اللي عندها ترك والرجاله اللي عندها رفض، اغلب الحالات يعني. فمن كتر الالم بتجيلنا، من كتر العياط والالم، انا بحبه وانا بجري وراه وبعمل له تخاطر وكل شويه بحلم بيه وهو مش معبرني وانا مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. وكل ما تعمل له تخاطر يا بنتي علشان يكلمها، لانهم متخانقين بقى ومتخاصمين، تلاقي نفسها هي اللي بتكلمه. فطبعا ايه، كرامتي بتنقح عليا، الموضوع بيجي بالعكس. انا عايزه هو اللي يكلمني، انا بلاقي نفسي انا اللي برجع اكلمه، عشان انتي بتعملي كل ده من منطقه جروح. فنبدا نعمل ايه احنا بقى؟ نعالجها من الجروح دي فتهدى وتبطل تجري وراه وتختار صح. فيحصل ايه بقى؟ لا سيبك انتي قبل ما تختار صح، انت عارفه ايه اللي بيحصل للمتجنب؟ فجاه بيلاقي الطاقه المهوله اللي كانت بتتحدف عليه طول الوقت وبيتغذى عليها وهو مش واعي اختفت. فجاه بيلاقي نفسه في الطل، هو بيجري مفيش حد بيجري وراه. يعمل ايه بقى؟ يقوم يجري وراها، يقوم يلف ويبدا ينتبه انتي فين. بتكون هي اتعالجت وفاقت خلاص، اتزنت، يبدا هو بقى هيموت ويرجعها. ده اللي بيحصل والله في الواقع. في الحاله دي لما بيتوجع ويعيط هو عليها عشان هي مش عايزه ترجع له، يجي لنا بقى بعد كده. يعني الاتنين بيتجوزوا في الاخر. يعني بصي، يا القلوق بيجي بدري، عشان كده سبحان الله دايما اقول لهم كده، القلوق بيحصل له استناره بدري قبل المتجنب. المتجنب يا بيحصل له لا. طب خليني اخدها جايه بشكل كوميدي شويه. يعني لو نفترض الشخصين القلوق والمتجنب نفس الاثنين مرتبطين، هل بعد التشافي بيرجعوا لبعض؟ ممكن بيرجعوا في حالات، ممكن في حالات بس مش اكيد. طبعا مش اكيد. ليه؟ هقول لك ليه. لو القلوق اشتغل على نفسه واتزن، زي ما قلت لك كده، في حالات المتجنب بيجي يشتغل على نفسه عشان يتزن، فممكن يشوفوا بعض ويرجعوا لبعض. لكن في حالات تانية المتجنب بيكمل تجنب ومبقاش عايز يرجع، والقلوق نفسه مش عايزه خلاص، لانه اكتشف فقت تعافيت. انا كنت بجري وراك ليه يا ابني؟ انت ما عندكش حاجه اصلا، ما تستاهلش على فكره. ده انت ما بتدينيش حاجه خالص. انا ازاي كنت قابله على نفسي كده؟ لان احنا بنعلمهم ان الطاقه المهوله اللي انت كنت عماله ترميها عليه ارميها لنفسك.